السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة أولى ثانوي، أهلا وسهلا بكم النهاردة في السيشن نمبر 6 أو المحاضرة السادسة بتاعتنا اللي هنبتدي فيها بقى يونت 2 بعد ما خلصنا يونت 1. خدنا في يونت 1 اتكلمنا في شابتر 1 عن الميجرمنت وشوفنا ازاي بنقيس أو بنعمل الميجرمنت بروسيس في الدرس الأولاني، وشوفنا الإليمنتس بتاعت الميجرمنت وازاي بنحدد اليونتس والدايمنشنال فورمولا. وبعدين خدنا الدرس الثاني في شابتر 1 اتكلمنا فيه عن الايرور ان ميجرمنت او الخطأ في عملية القياس وشوفنا ازاي بنحسبه. وبعدين خدنا شابتر 2 اللي اتكلمنا فيه عن فيكتور اند سكيلر فيزيكال كوانتيتي، شفنا الفرق ما بين الديستانس والديسبيسمنت، وشفنا كمان ازاي بنعمل الفيكتور الجبرا. النهارده بقى هنبتدي يونت جديد هنتكلم فيه عن موشن اند فورس. قال لي هنتكلم في يونت 2 عن الموشن والفورس، الحركه والقوه. هنتكلم في شابتر 1 عن الموشن وازاي ان احنا نوصف الموشن. بيتكون شابتر 1 من درسين، درس بيتكلم عن موشن اند فيلوسيتي، الدرس الثاني بيتكلم عن الاكسلريشن. تعالى كده نشوف مع بعض الدرس الاولاني موشن اند فيلوسيتي. قال لي يعني ايه اصلا كلمه موشن؟ حركه. قال لي الاوبجكت بتاعي عشان اقدر اقول ان هو بيعمل موشن او بيتحرك لازم change its position as the time passes. الوقت عمال يعدي وهو عمال يغير المكان بتاعه، البوزيشن او اللوكيشن بتاعه بالنسبه طبعا لجسم تاني بيتفرج عليه. عشان كده بقول ان الموشن او الحركه it's the change of position of object relative to a fixed point، بالنسبه لنقطه ثابته اللي عماله تقيس الحركه بتاعته as the time passes. انما الاوبجكت اللي ما بيتحركش الاستاتيك لا، ده doesn't change its position، ما بيغيرش مكانه as the time passes، الوقت عمال يعدي وانا ما بغيرش مكاني. عشان كده بقول doesn't change its position بالنسبه للجسم الثابت. يبقى الجسم اللي بيتحرك هو اللي بيغير البوزيشن بتاعه، الجسم الثابت ما بيغيرش البوزيشن بتاعه. فقال لي عندنا نوعين من الموشن هندرسهم، نوع اسمه periodic motion. لو انا مثلا صحيت من النوم النهارده الساعه 8، رحت المدرسه، خلصت الساعه 2، رجعت البيت، هصحى بكره الساعه 8 اروح المدرسه، اخلص الساعه 2 ارجع البيت، اصحى بعد بكره الساعه 8 اروح المدرسه، اخلص الساعه 2 ارجع البيت، وهكذا. فانا عمال اكرر الحركه بتاعتي بانتظام في نفس الوقت بالظبط. عشان كده بقول motion repeat itself over equal intervals of time او regular repeated at equal intervals of time، عماله تكرر نفسها بانتظام في نفس الفترات الزمنيه. ودي كان في منها 3 انواع. نوع اسمه circular motion، حركة دائرية زي حركة الكواكب حوالين الشمس مثلا. الأرض بتخلص اللفة كل 365 يوم وربع وترجع تكررها تاني، تخلص اللفة وترجع تكررها تاني. القمر يخلص اللفة حوالين الأرض في كل شهر عربي ويرجع يكررها تاني، فبسميها periodic motion. أو نوع تاني اسمه oscillatory motion، درستوه قبل كده، اللي هو بتاع السيمبل بندولم، حركة البندول بتاع الساعة عمال يكرر الحركة بتاعته حوالين نقطة معينة. أو حتى الويف موشن، بس كل دوت مش هندرسه السنة دي، هندرسه السنة الجاية بالتفصيل إن شاء الله في تانية ثانوي. إنما اللي إحنا عايزينه بقى السنة دي ترانسليشنال موشن، حركة انتقالية بتتنقل من مكان لمكان. دي موشن characterized by having start point end point، نقطة بداية نقطة نهاية، بس كده. زي ترانسبورتيشن، وسائل المواصلات، أنا ركبت المترو، ركبت من محطة معينة نزلت المحطة التانية، خلاص أنا كده الحركة بتاعتي خلصت. مش هفضل راكب أنا مع عمو السواق رايح جاي، ده أنا هركب من محطة ستارت بوينت وأنزل في محطة تانية تعتبر بالنسبة لي هي الإند بوينت. زي مثلا حركة البروجيكتايل اللي هندرسها بالتفصيل للمقذوفات، واحد حدف حاجة، نقطة بداية ليها نقطة نهاية. زي الدبابة مثلا أو المدفع، بتطلق القذيفة بتاعتها، نقطة بداية من عند المدفع، نقطة النهاية مكان ما هتنزل. مسدس مثلا ضرب طلقة، نقطة البداية مكان المسدس، نقطة النهاية مكان الطلقة ما هترشق، صح كده؟ فدي having start point and end point، ليها نقطة بداية وليها نقطة نهاية. عشان كده بسميها translational motion، حركة انتقالية بتتنقل من نقطة لنقطة. زي حركة برضه هندرسها الفري فول acceleration أو السقوط الحر، بنزل من نقطة بداية لغاية ما أوصل لنقطة النهاية عند الأرض، دي برضه بسميها translational motion. ودي بقى اللي هندرسها بالتفصيل السنة دي إن شاء الله.
فقال لي اكزامبل كده سريع، بيقول لي the motion of moon around the earth. هو لو وقف الجمله لغايه هنا، حركه القمر حوالين الارض هي تعتبر بريودك. بس استنى، هو موقفش الجمله، هو كمل الجمله، قال لك when it's observed during whole night is considered. لو انت قاعد بكوبايه الشاي في البلكونه كده بالليل وشايف القمر بيطلع قدامك لغايه ما ينزل، هو كده بالنسبه لك انت ايه؟ لا، ده بالنسبه لنا ليه ستارت بوينت، ليه نقطه بدايه، ليه اند بوينت، ليه نقطه نهايه. عشان كده هي بالنسبه لنا ترانسليشنال موشن مش بريودك، لان القمر مش هيلف حواليا وانا قاعد في البلكونه، ده انا هشوف له نقطه بدايه وهشوف له نقطه نهايه. طب ستريت لاين ولا كيرفد لاين؟ انا شايفه بيطلع كده وينزل ان كيرفد باث. عشان كده فعلا هقول هي ترانسليشنال موشن ان كيرفد باث، او حركه ليها نقطه بدايه ونقطه نهايه في شكل كيرف. تعالى كده نشوف، هنتكلم عن الموشن. قال لك عشان تتكلم عن الموشن او حركه جسم، لازم لما تيجي توصف الحركه تتكلم الاوبجكت بتاعي مشي ديستانس او ديسبليسمنت قد ايه، وخد وقت قد ايه عشان يمشي الديسبليسمنت. طالما اتكلمت عن الديسبليسمنت والتايم زي ما انتوا درستوا السنه اللي فاتت، ديستانس اوفر تايم اللي هي السبيد، او ديسبليسمنت اوفر تايم اللي هي فيلوسيتي. displacement moved by object in 1 second اللي هو التايم بتاعي، او هنشيل بقى كلمه in 1 second دي السنه دي اللي هي التايم، ونقول عليها على طول rate of change of displacement. يبقى معنى كلمه rate of change ان انا واخد الديسبليسمنت مع مين؟ مع التايم. يبقى rate of change of displacement او displacement moved by the object in 1 second، يعني بشوف مشيت displacement قد ايه في الثانيه. وطبعا خدتوا السنه اللي فاتت الفرق بين السبيد والفيلوسيتي، قلنا ان السبيد هي distance moved in 1 second، يعني distance divided the time، انما الفيلوسيتي كانت displacement moved in 1 second، يعني displacement divided التايم اللي هي الفيلوسيتي. فطبعا الفيلوسيتي كانت فيكتور، يعني ليها ماجنتيود وليها دايركشن، انما السبيد كانت سكيلر، يعني ماجنتيود اونلي ملهاش دايركشن، عشان معتمد على الديستانس مش معتمده على الديسبليسمنت. وعشان السبيد بتاعتي سكيلر ماجنتيود اونلي ملهاش دايركشن، فهي دايما تطلع عندي بوزيتيف، لان احنا اتفقنا ان النيجاتيف ملوش غير معنى واحد، اوبوزيت دايركشن. يبقى مين اللي ليه دايركشن وممكن يبقى من نيجاتيف؟ الفيلوسيتي. بوزيتيف لو في نفس الدايركشن، نيجاتيف لو في عكس الدايركشن، وطبعا ليها دايركشن اقدر ان انا احسبه. خدته برضو السنه اللي فاتت types of speed، uniform speed و non uniform speed. السنه دي بقى هناخد uniform velocity و non uniform velocity. انتوا كنتوا بتقولوا السنه اللي فاتت ان الاوبجكت بتاعي مثلا لو مشي 100 meters in 10 seconds، وبعدين مشي كمان 100 meters in 10 seconds، وبعدين مشي كمان 100 meters in 10 seconds، دي كنتوا بتسموها السنة اللي فاتت uniform speed، عشان cover the equal distance 100 meter 100 meter 100 meter at equal intervals of time في نفس الوقت 10 seconds 10 seconds 10 seconds. صح الكلام ده؟ وكنتوا بتقول irregular speed او non uniform speed لو حاجة من الاتنين اتغيرت، لو الديستانس اتغير والتايم ثابت، لو التايم اتغير والديستانس ثابتة. بس السنة دي بقى دي ما تنفعش تكون uniform velocity، لأن الفيلوسيتي بتساوي displacement divided time، يعني لازم يكون covered equal displacement at equal intervals of time. هل الديسبليسمنت هنا بتساوي الديسبليسمنت هنا بتساوي الديسبليسمنت هنا؟ احنا خدنا في الدرس اللي فات ان عشان الفيكتور يساوي الفيكتور او الديسبليسمنت تساوي الديسبليسمنت لازم يكون ليها نفس الماجنتيود ونفس الدايركشن. هما ليهم نفس الماجنتيود 100 متر 100 متر 100 متر، بس هل ليهم نفس الدايركشن؟ ما لهمش نفس الدايركشن. يبقى دول السنة دي كده أنا هقول عليهم non uniform velocity. non uniform velocity يعني velocity بقى مش uniform، عشان هي ملهاش نفس الديسبليسمنت، عشان زي ما اتفقنا ان الديسبليسمنت لازم عشان تساوي الديسبليسمنت يكون ليها نفس الماجنتيود ونفس الدايركشن. هما ليهم نفس الماجنتيود بس ملهمش نفس الدايركشن، يبقى انا هقول عليهم السنه دي ان هما non uniform velocity.
وزي ما كنا بنرسم السنه اللي فاتت الريليشن ما بين الديسبيسمنت والتايم، لو الاوبجكت بتاعي كان ات ريست او ما بيتحركش او السبيد بتاعتي بتساوي 0، كانت بتطلع الريليشن straight line parallel to the time axis، بلاقيها طلعت خط مستقيم parallel للتايم اكسس. ده كان معناه ان كل ما الوقت يعدي انا لسه الديستانس بتاعتي ثابته، معنى كده ان انا ما كنتش بتحرك. انما لو رسمت ريليشن ما بين الديسبيسمنت والتايم وطلعت معايا straight line passing through the intersection point، ساعتها اقدر اقول ان الريليشن دي فعلا بتساوي uniform velocity. يبقى اليونيفورم velocity هتطلع معايا straight line parallel to او inclines to the time axis، مايل على التايم اكسس. المهم ان هي تطلع straight line، يعني الريت اوف تشينج بتاعي ثابت، معدل التغير بتاعي ثابت. طب لو طلعت معايا curved line كنت بتقول عليها على طول ان هي non uniform velocity او velocity غير منتظمة، صح كده؟ فكانت لازم تطلع عندي curved line. ممكن يكون الكيرفد لاين عامل كده الشكل ده، ممكن يكون الكيرفد لاين عامل كده الشكل ده، ممكن يكون الكيرفد لاين عامل الشكل ده. المهم ان هو مش ستريت لاين، هيطلع معايا كيرفد لاين. بس في كل الحالات سواء الشكل ده الستريت لاين او كيرفد لاين، قال لك انا بحسب السلوب. السلوب زي ما بنقيسه في الماس المفروض تشينج ان واي اكسس divided change in x axis. كنت انتوا بتقيسوا في الماس ازاي؟ تاخد الواي 2 minus الواي 1 divided x2 minus x1، يعني change on y axis divided change on x axis. طب انا عندي مين اللي على الواي axis؟ الديسبيسمنت. مين اللي على الاكس axis؟ التايم. طب ما هي displacement divided التايم اللي هي مين؟ اللي هي الفيلوسيتي. يبقى السلوب بتاعي السنه دي على طول لما الاقي رسمه displacement مع تايم اعرف ان السلوب تلقائي يديني فعلا الفيلوسيتي بتاعتي. على كده نشوف الكلام ده مكتوب عندنا ازاي. يبقى انا خدت فعلا types of velocity. قلنا when the object move through equal displacement in equal intervals of time، انما non-uniform velocity واحده فيهم هتبقى unequal والتانيه هتبقى equal. وزي ما اتفقنا السلوب بتاع اليونيفورم velocity بيطلع معايا straight line passing through the intersection، انما النون يونيفورم فيلوسيتي بتطلع معايا كيرفد لاين. بس في كلتا الحالتين السلوب تشينج اون واي اكسس، يعني تشينج اون ديسبيسمنت ديفايدد تشينج اون اكس اكسس اللي هو التايم، يديني الفيلوسيتي. زود انت عندك كده لو في انجل ثيتا هنا زي ما خدنا في الماس السلوب برضو ممكن يساوي تان ثيتا. يبقى انا لو لقيت عندي انجل ثيتا هنا لازم لغايه الاكس اكسس كده من اول السلوب لغايه الاكس اكسس، يبقى ساعتها السلوب يساوي تان ثيتا اللي هو الفيلوسيتي، اقدر احسبها بالانجل بتاعتي. يبقى اكتب عندك كده على الرسمه لو في هنا ثيتا وزود عندك كده جنب كلمه سلوب ايكوالز تان ثيتا. تعالى كده نشوف السؤال اللي تحت. بيقول لي which of the following graph describe a body that move with non-uniform velocity. ده سبيد مع تايم بس السرعه ثابته، distance مع تايم. قلنا عشان تبقى non-uniform velocity برافو عليك لازم تبقى كيرفد لاين، عشان كده هختار فعلا نمبر دي اللي هي طالعه عندي كيرفد لاين. تعالى كده نشوف الصفحه اللي قدامها. بيقول لي the opposite graph describe the motion of body which is moving at velocity كام، او نوع الفيلوسيتي ايه والماجنتيود بتاعها كام. مبدئيا نوع الفيلوسيتي هنا ستريت لاين يبقى يونيفورم ولا نون يونيفورم؟ يونيفورم فيلوسيتي صح، يعني يا اما سي يا اما دي، مش عايز ايه ومش عايز بي. وعشان احسب الماجنتيود اتفقنا احسبها من السلوب. تعالى ناخد نقطة والنقطة اللي على الاكس قدامها y2 minus y1 divided x2 minus x1، يعني 60 minus 0 divided 6 minus 0 اللي هي 10 meters per second. طبعا اليونتس باخدها من على الاكس اكسس والواي اكسس. يبقى فعلا طلعت يونيفورم فيلوسيتي والماجنتيود بتاعها 10 متر بير سكند. وعود نفسك دايما تاخد الاخير ماينس الاولاني، الاخير ماينس الاولاني حتى لو الاولاني زيرو، لان السنه دي بقى هنلاقي جرافات ما هياش بادئه من الزيرو، دي بادئه من رقم تاني. ودايما الاولاني تبع التايم الاولاني، كل ما التايم يزيد يبقى انا كده بوصل للاخراني. باخد الاخير ماينس الاولاني، الاخير ماينس الاولاني، وبقيس الاول والاخير من التايم
التايم طبعا طول عمره بيزيد، عمره ما بيقل ولا بيبقى بالنيجاتيف، عشان كده التايم باخده من الشمال لليمين، اشوف بقى قدامه زي ما هنشوف الاكزامبلز كده اللي هتقابلنا. بيقول لي the opposite graph describe the motion of 4 students relative to their school بالنسبة للمدرسة. which of the following choices describe their motion accurately. انهي اختيار من الاختيارات اللي عندي بيوصف الحركة؟ الاختيار الاولاني نمبر A بيقول لي student A ماشي ب non uniform velocity. student A طالع curved line يبقى هو فعلا non uniform velocity. student B هو كمان ب non uniform velocity فطالع برضه ب curved line يبقى هو كمان non uniform velocity. student C is static ما بيتحركش، لا ده ماشي بيونيفورم فيلوسيتي، يبقى خلاص الإجابة نمبر A كلها غلط. تعال نشوف نمبر B. student A moving towards the school بيقرب من المدرسة، يعني الديسبليسمنت بتاعته بتقل اهي فعلا على الواي اكسس بتقل، يعني بيقرب من المدرسة عشان هو قايل لي ان هو قايس relative to the school بالنسبة للمدرسة، يبقى فعلا دي صح. student B moving away the school بيبعد عن المدرسة، ماشي. student C ماشي بيونيفورم فيلوسيتي خط مستقيم، ماشي. student D is static يعني at rest، هو كمان at rest عشان طلع straight line parallel للتايم اكسس، يبقى فعلا الإجابة نمبر B هي اللي صح. فطلع ان ال A بيبعد عن المدرسة بيقرب من المدرسة، ال B بيبعد، C student ماشي بيونيفورم فيلوسيتي، وستودنت دي static او at rest او ما بيتحركش. تعال نشوف الاكزامبل اللي بعده. بيقول لي the opposite graph shows the relation between displacement and time for two body start their motion from rest. عايز الريشيو ما بين الفيلوسيتي A والفيلوسيتي B، وزي ما اتفقنا قبل كده ريشيو يعني اعمل divided. طب الفيلوسيتي A والفيلوسيتي B، ما احنا اتفقنا ان لما الاقي displacement وتايم الفيلوسيتي هي السلوب على طول، يبقى قصده هات السلوب A divided سلوب B. طب سلوب A وسلوب B احنا اتفقنا برضو اول ما الاقي انجل هاخد الانجل من عند الاكس اكسس، يبقى السلوب B بيساوي تان الانجل. السلوب A برضو تان الانجل بس لازم الانجل من اول الاكس اكسس، يبقى كده السلوب A عامل انجل 15 بلس 30 لازم اقيسها من اول الاكس اكسس، 15 بلس 30 اللي هي 45. البي عامل انجل مع الاكس اكسس 30 يبقى تان 30، يبقى تان 45 ديفايدد تان 30 هلاقي الاجابه فعلا طلعت معايا روت 2. يبقى اول ما الاقي انجل وعايز احسب السلوب على طول يساوي تان الانجل بتاعتي، ولازم الانجل تبقى من اول الاكس اكسس. تعالى كده قال لك طب لو الاوبجكت ماشي بنون يونيفورم فيلوسيتي يعني كده كده هيطلع كيرفد لاين. قال لك في نوعين بقى من النون يونيفورم فيلوسيتي ان انا اقدر احسب الفيلوسيتي بتاعتهم، او نوعين من الفيلوسيتي اقدر احسبهم في النون يونيفورم فيلوسيتي. نوع اسمه افريج فيلوسيتي وده كنا سمعنا عنه قبل كده، اللي هو توتال ديسبيسمنت ديفايدد باي توتال تايم. كنتوا بتاخدوا افريج سبيد توتال ديستانس ديفايدد باي توتال تايم، برضو افريج فيلوسيتي توتال ديسبيسمنت ديفايدد باي توتال تايم. يعني لو عايز اجيبها من الجراف هحسب الديسبيسمنت انا ابتديت من كام وخلصت فين، يعني ابتديت مثلا من الزيرو وخلصت هنا، يبقى دي كده هو الرقم ده على طول التوتال ديسبيسمنت، وادي التوتال تايم الاخير ماينس الاولاني ديفايدد الاخير ماينس الاولاني، ما فيهاش اي مشكله زي ما كنا بنحسبها قبل كده. انما ايه هي حكايه الانستانتينيوس فيلوسيتي؟ قال لي انستانتينيوس فيلوسيتي دي فيلوسيتي at instant في لحظة معينة. يعني يجي يقول لي مثلا احسب الفيلوسيتي عند الثانية الثالثة، فأنا هاجي عند الثانية الثالثة هي كيرفد لاين مش طالعة خط مستقيم صح كده؟ فقال لك طالما كيرفد لاين فأنت المفروض تيجي عند الثانية الثالثة ترسم تانجنت وتقيس السلوب بتاع التانجنت اللي انت رسمته، يبقى هو الفيلوسيتي عند الثانية دي. والله عايز عند الثانية 10 مثلا، هاجي عند الثانية 10 هو كيرفد لاين، او ما انا راسم تانجنت للكيرفد لاين. طبعا التانجنت زي ما خدتوه في الماس اللي هو بيلمس الايه الكيرف بتاعي كده، واجيب السلوب بتاع التانجنت اجيب y2 minus y1 x2 minus x1 واحسب السرعه بتاعت او السلوب بتاعي، يبقى هو ده السرعه. مش فاهمين حاجه يا مستر؟ بص هو لو جات لي كيرفد لاين هو اللي هيرسم لك التانجنت، فانت هتجيب السلوب بتاع التانجنت على طول. او هتجيلي مساله زي دي كده بيقول لي the next graph represents the motion of a girl، حركة girl
تعال نشوف المسألة دي هنفهم بقى منها ايه الافريج فيلوسيتي وايه هي الانستانتينوس فيلوسيتي. تيل ريتيرن باك، هي خرجت من البيت لغاية ما رجعت. study the diagram and then mention the point at which the girl has stopped. وقفت يعني الفيلوسيتي بزيرو، باين عندي ان هي وقفت فين؟ في البي سي وفي الدي اي، صح كده؟ يبقى ما بين البي سي وما بين الدي اي هي واقفة. ماشي. عايز the maximum velocity at which the girl has moved. أقصى سرعة البنت مشيت بيها. عشان أجيب الماكسيمم فيلوسيتي تعالى نحسب كل بارت. A B مشيت بسرعة كام، C D مشيت بكام، E F مشيت بكام. تعالى نحسب الافريج فيلوسيتي في كل ايه، في كل كيرف فيهم او في كل مرة فيهم. هي الأول بدأت من الزيرو وصلت عند 20، يبقى كده الديسبيسمنت 20 ماينس 0 والتايم قدامها 2 ماينس 0. يبقى أول جزء دوت 20 ماينس 0 ديفايدد 2 ماينس 0 فهيطلع ب 10 متر بير سكند. يبقى الفيلوسيتي AB طلعت ب 10 متر بير سكند. تعالى نعمل نفس الكلام في الجزء CD. هي بدأت من 20 وصلت لل 30، يبقى 30 ماينس 20 الأخير ماينس الأولاني. قدامهم التايم بدأ من ال 4 خلص عند ال 5، يبقى 5 ماينس 4 ألاقيها برضو طلعت ب 10 متر بير سكند. احنا اتفقنا التايم بيزيد كده، يبقى ده أولي وده آخري. فتعال نشوف الجراف EF. هو الجراف EF بدأ من عند 6 خلص عند ال 8، يبقى أولي 6 أولي لما كانت الديسبيسمنت 30، آخري عند ال 8 الديسبيسمنت بزيرو. واحنا اتفقنا الأخير ماينس الأولاني، يبقى الأخير 0 ماينس الأولاني ب 30. 0 ماينس 30 ديفايدد التايم الأخير ماينس الأولاني 8 ماينس 6 هتطلع بنيجاتيف 15 متر بير سكند. ده جراف EF. حلو، أنا كده جبت ال AB طلع معايا ب 10 متر بير سكند، CD طلعت معايا 10 متر بير سكند، EF طلعت معايا نيجاتيف 15 متر بير سكند. يبقى كده مين ماكسيمم فيلوسيتي أو أكتر سرعة فيهم؟ ها؟ لا يا حبيبي، مش عشان نيجاتيف يبقى هي قليلة. احنا اتفقنا ان النيجاتيف ملهاش غير معنى واحد، opposite direction او عكس الاتجاه. بس الماجنتيود، النيجاتيف ده دايركشن بس، الماجنتيود 15 اكبر من ال 10 ومن ال 10. لكن النيجاتيف معناها ان هي فعلا كانت ماشية عكس الدايركشن بس، لكن الماجنتيود ال 15 اكتر من ال 10. يبقى فعلا اكتر سرعة هي مشيت فيها لما كانت ماشية في البارت EF اللي هي نيجاتيف 15. وقلنا النيجاتيف ملوش غير معنى واحد opposite direction، لكن الماجنتيود اللي هو كام؟ 15 اكتر طبعا من ال 10. ده هو حتى بيقول لي في السؤال اللي بعديها why is the velocity is negative when she was returning back. لما كانت راجعة قلنا عشان هي ايه؟ in opposite direction. يبقى because in opposite direction البنت اتحركت في عكس الايه؟ الاتجاه، فطلعت الفيلوسيتي بتاعتي بالنيجاتيف لان الفيلوسيتي has magnitude and has direction. طب بيقول لي عايز الفرق بين الديستانس والديسبيسمنت. الديسبيسمنت هي بدأت في الاول خالص من الزيرو زي ما كنا بنعمل بقى في درس الديسبيسمنت، مشيت 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 ورجعت في الاخر خالص للزيرو، يبقى الديسبيسمنت ايكوال زيرو. انما الديستانس انا كنت بحسب كل حاجه. هي مشيت اول مره من 0 ل 20، يعني مشيت 20 متر، وبعدين وقفت، وبعدين مشيت من 20 ل 30. 30 ماينس 20 يعني مشيت 10 متر، وبعدين مشيت من ال 30 للزيرو، برضو كبير ماينس صغير بقى المره دي 30 متر، لان الديستانس اتفقنا ملهاش دايركشن يعني لازم تبقى بالبوزيتيف. يبقى كده التوتال ديستانس 20 و10 و30. يبقى 20 بلس 10 بلس 30 يعني مشيت 60 متر. يبقى الديسبيسمنت 0 انما الديستانس 60 متر. تعال بقى نشوف الجدول اللي تحت. هو بيقول لي عايز يحسب الافريج فيلوسيتي between AB وبتوين BC between CD between EF. AB حسبناها طلعت معانا بوزيتيف 10 متر بير سكند. BC احنا قلنا هي ستاتيك ات ريست يعني السرعة هنا بزيرو. بعدين عايز CD حسبناها طلعت ب 10 متر بير سكند. EF حسبناها طلعت بنيجاتيف 15 متر بير سكند. دي الافريج فيلوسيتي خلاص حسبتها. طب تعالى نشوف بعد كده. هو بيقول لي
عايز يحسب the instantaneous velocity at time 1 second في نمبر E. وقلنا instantaneous velocity يعني ايه؟ يعني velocity at instant في لحظة معينة. يبقى أنا عايز أحسب الفيلوسيتي في اللحظة دي عند 1 second. أعمل إيه؟ هطلع أشوف 1 second دي تبع أنهي جراف؟ تبع الجراف AB، والA B باين قدامي هو إن هو ستريت لاين، يعني يونيفورم سبيد، يعني كل لحظة هنا كانت واخدة نفس السرعة كلها اللي هي طلعت معايا بكام؟ ب 10 متر بير سكند. يبقى أكيد هي في الثانية الأولى دي كانت برضو سرعتها 10 متر بير سكند. والله قال لي الثانية هاف برضو سرعتها سرعة الجراف 10 متر بير سكند. 1.5 يبقى برضو سرعتها سرعة الجراف اللي هي 10 متر بير سكند. يبقى ده معنى كلمة velocity at instant. أنا بشوف في اللحظة دي السرعة عامة كانت عاملة ازاي، يبقى هي أكيد واخدة نفس سرعة الجراف اللي هي كانت ماشية عليه. زي مثلا سؤال نمبر F اللي بعديها بيقول لي طبعا للثانية أو السكند 3. نمبر 3 تعال نشوف هي تبع إيه؟ ده نمبر 3 تبع البي سي، يعني البنت كانت واقفة ما بتتحركش، يبقى السرعة هنا في اللحظة دي بزيرو لأنها تبع الجراف اللي هي ما اتحركتش فيه. طب تعال نشوف النمبر جي بيقول لي at second 7 أو 7 second في الثانية السابعة هي تبع الجراف اي اف، وجراف اي اف ده كله سرعته نيجاتيف 15. يبقى أكيد هي في اللحظة دي برضو كانت سرعتها بنيجاتيف 15 متر بير سكند. والله قلت لي 7.5 6.5 كلهم على الاي اف، يعني كلهم واخدين نفس السرعة. يبقى دي معنى كلمة instantaneous velocity at instant. أنا بشوف اللحظة دي هي سرعتها كانت كام. والله اللحظة دي تبع أنهي جراف AB يبقى هي واخدة سرعة الجراف AB. تبع أنهي جراف BC يبقى هي واخدة سرعة الجراف BC اللي هي 0. تبع أنهي جراف تبع الEF يبقى هي واخدة سرعة الجراف EF. دي اللي اسمها velocity at instant أو اللي بنسميها instantaneous velocity. يبقى كده عرفنا الفرق بين الافريج فيلوسيتي والانستانتينوس فيلوسيتي. الافريج فيلوسيتي انا باخد total displacement divided total time، total displacement divided total time، total displacement divided total time. انما instantaneous velocity انا بشوف velocity at instant في اللحظه دي سرعتي كانت كام، يعني بشوف السلوب في اللحظه دي بيساوي كام. عشان كده حتى قلنا هي لو كيرفد لاين فانا محتاج اعرف السلوب في اللحظه دي بكام. فقلنا ساعتها بطلع عند اللحظه دي وانا ارسم تانجنت واجيب السلوب بتاع التانجنت. بس زي ما اتفقنا لو هي جايه لي كيرفد لاين هو هيبقى راسم لي التانجنت مش انا اللي هرسمه. طيب كده امتى تتوقع ان الافريج فيلوسيتي بتساوي الانستانتينوس فيلوسيتي؟ زي ما شفنا في الرسمه اللي فاتت هي كان بتساويها لما يكون ستريت لاين، يعني لما يكون الاوبجكت ماشي بيونيفورم فيلوسيتي ساعتها بس الاقي الافريج فيلوسيتي بتساوي الانستانتينوس فيلوسيتي. طبعا زي ما احنا عارفين يونيفورم فيلوسيتي يعني الاوبجكت كفر ايكوال ديسبيسمنت ات ايكوال periods اوف تايم. واخر حاجه عندنا في الشرح هو بيقول لي الفرق بين الافريج سبيد والافريج فيلوسيتي. الافريج سبيد هي التوتال ديستانس ديفايدد التوتال تايم، الافريج فيلوسيتي توتال ديسبيسمنت ديفايدد باي توتال تايم. عشان كده السبيد هي سكيلر ودايما بوزيتيف، الفيلوسيتي فيكتور ممكن تبقى بوزيتيف وممكن تبقى نيجاتيف. افتح معايا كده في بيج 70 وتعالى برضو نحل مسألة جراف. فبيقول لي an object moves along the straight line the displacement d of object from its starting position over time is shown in graph. يعني راسم ريليشن ما بين الديسبيسمنت والتايم. عايزنا نجيب velocity at instant في لحظة معينة، في اللحظة 2 seconds. فأنا لو خدت بالي هي مربعات هنا متقسمة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. نفس الكلام متقسمة هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 وهكذا. فبيقول لي عايز عند الثانية الثانية والثانية السابعة والثانية 13. ادي الثانية الثانية تبع الجراف الاولاني صح كده. تعال نشوف السلوب بتاع الجراف الاولاني. فهي في الثانية الثانية هيكون ليها نفس السرعة بتاعته صح. يبقى اول واحدة دي لو A B C نمبر A كده يبقى انا هاخد السلوب بتاع الجراف الاولاني الديسبيسمنت الاخيرة
ماينس الأولانية، يعني 9 ماينس 0 divided التايم الأخير اللي هو 3 ماينس الأولاني 3 ماينس 0، فلها طلعت معايا ب 3 مترز بير سكند. يبقى أي حد على الجراف دوت ياخد نفس السرعة، والله الثانية الأولى الثانية الثانية كلهم ليهم نفس السرعة اللي هي طلعت معايا ب 3 مترز بير سكند. طب تعالى كده نشوف الثانية نمبر 7 موجودة على أنهي جراف. نمبر 7 لما طلعت لقيتها على الجراف الثاني. الجراف الثاني اللي هو بادئ من ال 9 وخلص عند ما بين ال 12 وال 13، يعني 12.5، يبقى الأخير ماينس الأولاني، يبقى 12.5 ماينس 9. والتايم نفس الكلام، هو التايم هنا بادئ من عند 3 خلص عند في الآخر خالص عند ال 10، يبقى الأخير ماينس الأولاني 10 ماينس 3، أحسبها هتطلع معايا ب 0.5 مترز بير سكند. يبقى أي حد على الستريت لاين دوت ليه نفس السرعة اللي هي هاف متر بير سكند. والله بقى قلت لي الثانية الرابعة الثانية الخامسة الستة السبعة الثامنة التاسعة كلهم ليهم نفس السرعة اللي هي 0.5 متر بير سكند، سرعة الجراف اللي هو موجودين عليه. طب تعالى كده نشوف. طب الثانية نمبر 13 موجودة على أنهي جراف؟ موجودة على الجراف الأخير اللي هو بدأ من 12.5 خلص عند الزيرو، يبقى الأخير ماينس الأولاني، يعني 0 ماينس 12.5. التايم بتاعي الجراف دوت كان بدأ عند 10 خلص عند 15، يبقى الأخير ماينس الأولاني 15 ماينس 10 هتطلع ب 2.5 بالنيجاتيف. يبقى أي حد على الجراف دوت سرعته نيجاتيف 2.5. والله قلت لي الثانية 11 الثانية 12 13 14 كلهم ليهم نفس سرعة الجراف اللي هي 12 أو نيجاتيف 2.5، كلهم ياخدوا نفس سرعة الجراف. وده معنى كلمة instantaneous velocity أو velocity at instant، في لحظة معينة أنا بشوف في اللحظة دي السلوب بتاع الجراف بتاعي كان بيساوي كام، يبقى أقدر أساويها بنفس سرعة السلوب بتاعي. المسألة نمبر 3 بيقول لي the following diagram represents the relation between displacement and the time for the motion of a car. عايز يحسب instantaneous velocity، هنا بقى مديني displacement و time وعايز velocity عند الدقيقة الأولى. والله الدقيقة الأولى تبع أنهي جراف؟ الجراف ده هوت اللي هو آخره 40 أوله 0، يبقى 40 minus 0. التايم بتاعي أولي 0 وآخري 4، يبقى 4 minus 0، هتطلع فعلا ب 10 مترز بير، خلي بالي بقى من اليونت مينت، يبقى مترز بير مينت. انا كده جبت الفيلوسيتي ات انستنت او في اللحظه اللي هو عايزها اللي هي 1 مينت. تعال نشوف وات از ذا انستنتينيوس فيلوسيتي ات 6 مينتس. طلعت عند 6 مينتس لقيت الجراف بتاعها ستريت لاين بارلل تو ذا تايم اكسس، يبقى السبيد على طول طلعت بزيرو. يبقى اي حد على الجراف التاني ده سرعته بزيرو، مفيش، ده ما بيتحركش. والله الثانية الرابعة الثانية الخامسة الستة السبعة الثامنة كلهم واخدين سرعته اللي هي كام؟ زيرو. طب عايز الافريج فيلوسيتي افتر 8 minutes. بعد 8 minutes احنا قلنا افريج فيلوسيتي توتال ديسبيسمنت ديفايدد توتال تايم، صح كده؟ التوتال ديسبيسمنت يعني هاخد اخر رقم على الديسبيسمنت ماينس اول رقم اللي هو الزيرو، يبقى 40 ماينس زيرو، والتوتال تايم اخر رقم في التايم ماينس الاولاني اللي هو الزيرو، 8 ماينس زيرو، فطلعت 5 مترز بير مينت. يبقى انا كده جبت الافريج فيلوسيتي توتال ديسبيسمنت ديفايدد باي توتال تايم. خدت اخر رقم ماينس اول رقم، اخر رقم ماينس اول رقم، ماليش دعوه بقى ايه اللي حصل في النص، دي اللي اسمها average velocity. طب describe the motion during 8 minutes. عايز اوصف الحركه ايه اللي حصل في ال 8 دقايق كلهم. طبعا اول 4 دقايق دي كانت uniform velocity عشان طالعه straight line، انما الحبه اللي باقيين او ال4 دقايق اللي باقيين دي كانت at rest او ما بتتحركش عندي، سرعتها بيساوي زيرو، الفيلوسيتي بتاعتها كانت بزيرو. قلنا طالما ستريت لاين باراليل للتايم اكسس. تعالى كده في بيج 71 اول بروبلم بيقول لي او اول تشوز بيقول لي الليوبارد فهد was chasing a prey، كان بيطارد الفريسه بتاعته. it moves by uniform velocity 10 meter per second during 15 second. عايز يحسب الديسبيسمنت
وزي ما اتفقنا نفس المثلث اللي خدتوه في تالتة اعدادي، ان الديسبيسمنت فوق الفيلوسيتي والتايم تحت. لو عايز الديسبيسمنت يبقى ايكوالز فيلوسيتي تايمز تايم. عندي الفيلوسيتي بتاعتي ب 10، التايم 15، فهتطلع فعلا 150 meters اللي هي نمبر بي. If a car is moving in a straight line to cover distance، مديني distance 300 meter in minute. عايز the car velocity وكل اليونتس متر بير سكند، يبقى لازم احول المينت لسكند اللي هي 60 سكند. يبقى على طول الفيلوسيتي total displacement over total time 300 over 60، فهلاقيها فعلا طلعت ب 5 meters per second اللي هي نمبر دي. A man is running along a rectangular path، ماشي على شكل rectangle كده، فبيقول لي الدايمنشنز بتاعتي 50 meters و 40 meters. If he completes one revolution، كمل لفة كاملة يعني رجع تاني لنقطة البداية in time 100 second. عايز ال average velocity، طالما رجع لنقطة البداية يبقى ال displacement equal 0، يبقى ال velocity على طول equal 0. غير لو كان عايز ال average speed كنت أحسب بقى ال total distance 50 و 50 40 و 40 وأعملها divided ال total time، كنت أبقى حسبت ال average speed اللي هي 1.8. تعالى نشوف الاكزامبل اللي بعده. بيقول لي the earth orbits the sun in roughly circular path، الارض بتدور حوالين الشمس في مسار دائري. it complete one revolution، ادي التايم بتاعي 365.25 وشايف اليونتس بتاعت التايم كلها سكند، يعني لازم احول من الداي للسكند. فاكرين كنا بنعمل تايمز 86400 اللي هي عدد الثواني اللي في اليوم 86400 عشان احولها للسكند. If the radius of Earth orbit، مديني الراديوس بتاع الاوربت بتاع الارث بالمتر، عايز يحسب السبيد وانا شايف السبيد كيلومتر بير سكند او متر بير سكند. كيلومتر بير سكند يعني احول من المتر للكيلومتر اللي هي 10 باور نيجاتيف 3. قال لي عايز يحسب السبيد بتاعتها، هو مديني ان اللفه بتخلص في 365.25، وطالما قال لي عايز السبيد يبقى distance divided time. الديستانس بتاعتي لما اكمل لفه كامله، خدنا في السيركولار موشن الاوبجكت لما بيخلص اللفه الديسبيسمنت بزيرو، بس الديستانس 2 باي ار، يبقى اقدر اقول ان السبيد كده ديستانس اوفر التايم 2 باي ار اللي هي اللفه الكامله اوفر التايم، يعني 2 تايمز باي الراديوس بتاعه 1.5 تايمز 10 باور 11، طبعا احولها للكيلومتر 10 باور نيجاتيف 3 divided التوتال تايم اللي هم 365 يوم وربع، وقلنا عشان احولها للسكند 86400، وهلاقي فعلا الاجابه طلعت معايا نمبر بي 29.9 كيلومترز بير سكند. السؤال اللي بعده بيقول لي the opposite graph describe the motion of three students A B C if the three students start their motion from rest to the school أو from the school to reach their homes، وصلوا للبيوت بتاعتهم، فعايز يعرف مين الفيلوسيتي بتاعته كانت أكتر. احنا لسه من شوية قلنا عشان أحسب الفيلوسيتي اللي هي السلوب هاخدها على طول بإيه؟ بتاني الثيتا، صح كده؟ فأنت عندك في الماس فيرست كوارتر من الزيرو لل90، كل ما الأنجل تزيد كل ما التاني يزيد، صح كده؟ يعني تاني الأنجل بتاعت السي عشان هي أكبر أنجل اكتر من تاني الانجل بتاع البي اكتر من تاني الانجل بتاعت الاي، صح كده؟ ولما يكون التان اكبر يبقى السلوب اكبر، لان السلوب بيساوي تان الثيتا، يبقى معنى كده سلوب سي اكتر من سلوب بي اكتر من سلوب اي. طب ما السلوب هو الفيلوسيتي ديسبيسمنت وتايم، خلاص يبقى الفيلوسيتي بتاعت السي اكتر من الفيلوسيتي بتاعت البي اكتر من الاي، وانا اعود نفسي على طول بقى خلاص من النهارده كل ما السلوب يعلى او الثيتا بتاعته مع الاكس اكسس تزيد اعرف ان السلوب اكتر، فتعرف ان الفيلوسيتي اكتر، عشان كده فعلا اختار نمبر بي. الفيلوسيتي بتاعت السي اكتر من البي اكتر من الفيلوسيتي بتاعت الاي، يبقى كل ما الثيتا تزيد تاني الثيتا يزيد والسلوب بتاعي فعلا يزيد. تعال نشوف المسألة اللي بعدها. بيقول لي the opposite graph describe the motion of two body A and B، وعايز يحسب the ratio between velocity A divided velocity B. طب ما هي velocity A divided velocity B بتساوي slope A divided slope B، يعني لو جبت السلوب بتاع الجراف والسلوب بتاع الجراف. تعال نشوف السلوب بتاعنا، طبعا الاتنين بادئين من الزيرو، فخلاص السلوب بتاع الايه
المفروض 3D minus 0 يعني 3D divided التايم قدامها T minus 0 صح كده اللي هي بT. يبقى أنا خدت 3D over T ده السلوب الأولاني divided السلوب بتاع B الB 2D برضو minus 0 يعني 2D divided 3T قدامها هي minus 0 يعني برضو 3T. طبعا الدي هتطير مع الدي والتي مع التي هيبقى فوق 3 divided هيبقى تحت 2 over 3. عاملها على الكالكوليتر اللي هي طلعت معايا ب 9 over 2. دي كده الريشيو ما بين الفيلوسيتي والفيلوسيتي. جبت السلوب بتاع الايه divided السلوب بتاع البي. نمبر 7 بيقول لي light travel from the star to planet الفا. مشيت الستار او النجم اللي قدامي للكوكب الاولاني اللي اسمه الفا in 15 minutes 15 دقيقة and then travels from the star to planet بيتا. راحت للكوكب اللي اسمه بيتا in 1 hour. the velocity of light 3 times 10 power 8 meter per second السرعة بتاعت الضوء. عايز ال distance between the orbits of the two planets المسافة اللي بين الكوكبين. مش انا لو جبت المسافة بتاعت الكوكب البعيد عملتها ماينس المسافة بتاعت الكوكب القليل كده جبت المسافة بينهم هما الاتنين. بس خلي بالي اليونت بتاعت التايم في السبيد بالسكند يبقى لازم احول 15 minutes اعملها تايم 60 عشان احولها للسكند يعني 900 seconds. لازم احول 1 hour اللي هي 1 times 60 minutes times 60 seconds احولها للسكندز فهتطلع 3600 seconds. يبقى انا كده فعلا خليت اليونتس كلها ماشيه مع بعض. التايم بالسكند السبيد متر بير سكند فاقدر اجيب السبيد صح كده. اقدر اجيب الديستانس بتاعتي بالمتر. طب احنا قلنا عشان اجيب الديستانس بين الكوكبين يبقى المفروض ديستانس بتاعت بيتا البعيده ماينس ديستانس بتاعت الالفا القريبه. طب الديستانس اللي هي سبيد تايمز التايم ماينس السبيد تايمز التايم بتاع الفا. طب ما السبيد بتاعت اللايت كونستانت يعني اقدر اخدها كومون يعني اقدر اقول سبيد تايمز التايم بيتا ماينس التايم الفا على طول. يلا السبيد بتاعت اللايت اللي هي 3 تايمز 10 باور 8 التايم بتاع البيتا اللي هو 1 اور اللي هو 3600 ماينس التايم بتاع الالفا اللي هو 900 واعملها على الكالكوليتور على طول كده هلاقيها طلعت معايا فعلا بالاجابه نمبر بي اللي هي 81 تايمز 10 باور 10 مترز. يبقى انا جبت الديستانس البعيده ماينس الديستانس القريبه فقدرت اجيب فعلا الديستانس ما بين الايه الكوكبين. المساله اللي بعدها بيقول لي displacement time graph the time interval لما الفيلوسيتي كانت نيجاتيف واتفقنا نيجاتيف يعني عكس الدايركشن. انهي حته فيها عكس الدايركشن؟ هو بدأ كده اي حاجه عكسها تبقى هي دي النيجاتيف. فين؟ اللي هو هنا اللي هو من التايم T1 للتايم T2 يعتبر بالنيجاتيف لان بالنسبه لي الاتجاه البوزيتيف وانا ببعد اهو عن الزيرو وانا بقرب من الزيرو يبقى نيجاتيف. طبعا التايم الاخير دوت هو كان اتريست ما بيتحركش اصلا. تعالى معايا كده في بيج 73 the opposite graph shows a part of journey of a car which is moving in a straight road at certain direction. What is the average velocity of the car during 12 seconds؟ وقلنا الافريج velocity باخد total displacement divided total time. هنا طالما بادئ من الزيرو يبقى 48 minus 0 يعني هاخد اخر رقم على طول divided total time اللي هي 12 minus 0 يبقى 48 minus 0 12 minus 0 فطلعت فعلا معايا ب 4 مترز بير سكند اللي هي الاجابه نمبر بي. يبقى الافريج فيلوسيتي خلاص هاخد على طول توتال ديسبيسمنت ماينس ديفايدد توتال تايم طالما بادئ من الزيرو يعني اخر رقم ديفايدد اخر رقم على طول. المساله اللي بعدها بيقول لي the opposite figure shows a car that starts its motion from rest. بدات الحركه بتاعتها من الريست at point A عند النقطة A till it reach point C. يعني بدأت من النقطة A لغاية ما وصلت للنقطة C وأنا شايف إن المسافة دي كلها 600 مترز. خدت 600 مترز دول في 80 ثانية 80 second يبقى التايم هنا بيساوي 80 seconds. قال لي then return back in the opposite direction رجعت في عكس الاتجاه لحد ما وصلت للنقطة B بعد 20 ثانية يعني رجعت الحبة دول في 20 seconds. فبيقول لي عايز احسب
the average velocity of the car during the time interval. عايز يحسب ال average velocity اللي هي total displacement divided total time من الزيرو لل 80 سكند. في أول 80 ثانية دول كانت مشيت كام؟ 600. يبقى هنا الجزء الأولاني دوت 600 divided 80. فلما أجي أحسبها هلاقيها طلعت معايا 7.5 meters per second. يبقى أنا عندي الإجابة لا إما C يا إما D. نمبر A ما تنفعش، نمبر B ما تنفعش. طب عايز الافريج فيلوسيتي ثرو ذا هول جيرني، في الرحله كلها. هنا التوتال ديسبيسمنت لما مشيت 600 ورجعت 200، يبقى الديسبيسمنت اللي هي الجزء ده بس 600 ماينس 200 اللي هي 400 مترز. التوتال تايم هنا 80 وهنا 20 يبقى 100 سكند. يبقى 400 ديفايدد 100 فهتطلع فعلا الاجابه 4 متر بير سكند. عشان كده هتطلع الاجابه معايا نمبر دي. يبقى في أول 80 ثانية هي كانت ماشية 600 مترز والتايم هو 80. إنما في الرحلة كلها لا، هي مشيت displacement، مشيت distance 600 ورجعت distance 200، يبقى displacement 400، التايم كله 80 بلس 20 اللي هي 100 سكند. يبقى 400 divided 100 فطلعت معايا فعلا 4 meters per second. If a car covered 30 كيلومتر to south في اتجاه الجنوب، مشيت 30 كيلومتر وخدتها في وقت half hour and then covered 40 كيلومتر to east، مشيت 40 كيلومتر وخدت وقت 2.5 hours. عايز يحسب the average velocity و average speed. عشان اجيب ال average velocity انا لازم اجيب ال displacement shortest straight line من نقطة البداية لنقطة النهاية زي ما كنا بنحسبها بالبايثاغورس ثيوري، 30 سكوير بلس 40 سكوير اللي هي هتطلع 50 كيلومتر. كده يبقى معايا التوتال ديسبيسمنت 50 كيلومتر ومعايا التوتال تايم اللي هو هاف بلس 2.5 فهعملها فعلا فهتطلع معايا الإجابة 16.67 كيلومتر بير اور اللي هي نمبر سي. طب عايز الافريج سبيد. السبيد بتعتمد على الديستانس، يعني توتال ديستانس اللي هي 30 كيلومتر و40 اللي انا مشيتهم بقى فعلا، يبقى 30 بلس 40. التوتال تايم برضو هاف بلس 2.5 فهلاقيها طلعت معايا ب 23.33. يبقى في التوتال ديستانس انا بحسب، او في الافريج سبيد بحسب التوتال ديستانس ديفايدد التوتال تايم، انما في الافريج فيلوسيتي انا بحسب التوتال ديسبيسمنت ديفايدد التوتال تايم. تعالى كده في الصفحه اللي بعدها بيج 74 بيقول لي if a body moves along a curved path، ماشي على curved path كده، واحنا اتفقنا الكيرفد باث مين اللي اكتر؟ هو دايما الديستانس اكتر من الديسبيسمنت، الا لو الاوبجكت ماشي في ستريت لاين وان دايركشن ساعتها يساووا بعض. معنى ان هو ماشي في كيرفد باث يبقى الديستانس اكتر من الديسبيسمنت. عايز الريشيو ما بين الافريج سبيد والافريج فيلوسيتي. طالما الديستانس اكتر يبقى السبيد اكتر من الفيلوسيتي، صح؟ عشان الديستانس اكتر من الديسبيسمنت، يبقى الريشيو كده لما ببتدي بالسبيد greater than 1 او اكبر من ال1 عشان السبيد اكتر بما ان الديستانس اكتر. The opposite graph describes the motion of two boys A and B moving with uniform velocity. Which of the following sentence is right؟ عايز الجملة الصح. B starts his motion after A. بص ال B اهو اللي انا هلونه بالاسود الغامق ده، وال A انا هلونه بلون تاني برضو ولا الازرق الفاتح عشان ناخد بالنا من الفرق بينهم. هو بدأ بعديه، هو اصلا انا شايف ان البي بدأ من التايم ايه؟ 0، لكن الايه بدأ بعديها بكذا ثانية، صح؟ يبقى المفروض الايه هو اللي بدأ بعد البي، وهنا بيقول لي بي starts his motion after ايه؟ لا، الايه هو اللي بدأ بعديه بحسبها ازاي؟ بالتايم، بشوف مين بدأ. ده بادئ من الزيرو لكن ده بادئ بعديها بتايم شوية. طب velocity of A and B are equal at point X. عند النقطة X الفيلوسيتي ايكوال. هل السلوب ده زي السلوب ده؟ ما احنا قلنا الفيلوسيتي لما يكون ديسبيسمنت وتايم هي السلوب. هل السلوب بيساوي السلوب؟ لا طبعا ما بيساويهوش. انا شايف واحد الانجل هنا غير الانجل هنا، صح كده؟ يبقى الفيلوسيتي ما تساويش الفيلوسيتي. velocity of A less than velocity of B. انا شايف ان ال A مع الاكس اكسس عامل انجل اكتر من ال B مع الاكس اكسس، صح كده؟ احنا قلنا كل ما الكيرف يعلى لفوق كل ما السلوب يزيد، يبقى كده المفروض الفيلوسيتي بتاعت ال A
اللي هي العالية أكتر من الفيلوسيتي بتاعت البي، مش أقل منها، يبقى دي كمان غلط. طب تعالى بقى نشوف نمبر دي اللي هي المفروض تطلع صح. هتطلع صح ليه؟ قال لي A precede B after passing X. precede سبقوا في الديستانس طبعا. تعال نشوف عند النقطة X. بص ال A وصل لغاية فين وال B وصل لغاية فين الديستانس، ففعلا ال A سبق ال B ولا لأ؟ عمل ديستانس أكتر منه. عشان كده فعلا الإجابة نمبر دي هي اللي صح، إن الأوبجكت A مشي مسافة فعلا أكتر من الأوبجكت B بعد النقطة X. المسألة اللي بعدها بيقول لي the opposite graph shows the relation between displacement and time for two cars A and B. ادي الكار B انا هلونها اهي اللي هي الكيرفد لاين، والكار A هي الستريت لاين. فبيقول لي at time الاثنين start the race at time t0 and move in a straight line to cover displacement. الاثنين ماشيين في straight line. اتفقنا ان دي جراف بيوصف بس ريليشن ما بين الديسبليسمنت والتايم، ارقام، لكن الباث هو قال لي الطريق هما الاثنين ماشيين في ستريت لاين، ده حاجه ثانيه. to cover displacement اسمها دي which of the following statement is wrong. ايه الجمله الغلط؟ car A moves with uniform velocity خط مستقيم، while car B moves with non-uniform velocity خط curved line. يبقى فعلا A كانت ماشيه بيونيفورم فيلوسيتي والبي نون يونيفورم فيلوسيتي، يبقى الجمله دي صح، انا مش عايزها، انا عايز الجمله الغلط. car A reach the end of the race first. هل حد فيهم وصل للنهايه قبل التاني ولا الاتنين وصلوا في نفس التايم؟ ده الاتنين وصلوا في نفس التايم، يبقى هي فعلا الجمله نمبر بي هي الغلط اللي انا عايزها. طب تعالى نشوف سي ودي ليه صح برضو، نكمل ونشوف. كده خلاص احنا عرفنا ان الاجابه بي هي الجمله الرونج او الغلط بتاعتي. طب تعالى نشوف سي. at time t1 the average velocity of A بيساوي الافريج velocity بتاعت البي. عند التايم t1 الاثنين كانوا بادئين من الزيرو، يعني الاثنين مشوا نفس الديسبليسمنت ومشوا نفس التايم، يبقى فعلا الافريج velocity كانت بتساوي الافريج velocity، يبقى دي كمان كانت صح، مش عايزها. the two cars cover the same displacement بعد التايم t1. بعد t1 هما الاثنين بادئين من عند نفس الديسبليسمنت وخلصوا عند نفس الديسبليسمنت، يبقى فعلا لو عملت الاخير ماينس الاولاني الاثنين يطلعوا زي بعض، يبقى دي كمان صح. يبقى فعلا كله كان صح ما عدا الجمله نمبر بي هي اللي كانت رونج او هي اللي كانت غلط عندي. تعال نشوف المساله نمبر 15 في بيج 75. اللوري takes 15 minutes to travel along the path PQRS. عايز average speed و average velocity، وشايف اليونتس كلها عندي كيلومترز بير اور. عشان احول التايم طبعا لازم يكون بالاورز، يبقى 15 والاور فيها 60 minute هعمل divided، يبقى طلعت 0.25 hours. خلاص جبت كده التايم بالاور. عايز الافريج سبيد، وزي ما اتفقنا الافريج سبيد total distance divided total time. الديستانس عندي اللي هي كل اللي انا مشيته 8 بلس 3 بلس 5، والتوتال تايم قلنا 0.25، فهلاقي الاجابه معايا طلعت ب 64 كيلومترز بير اور. ده نمبر دي. طب عايز الافريج فيلوسيتي. الفيلوسيتي بقى لازم احسبها بالديسبليسمنت، توتال ديسبليسمنت ديفايدد توتال تايم، والديسبليسمنت اللي هي شورتست ستريت لاين between start point and end point اللي هي الخط ده. طب انا معايا هنا مثلث، لو كنت عملت بايثاغورس انا شايف ان هنا الهايبوتنس ب 5 وفي سايد ب 3، اعمل بقى عكس الهايبوتنس او عكس البايثاغورس عشان اجيب السايد التاني اللي هو 5 سكوير ماينس 3 سكوير، عشان مش بجيب بقى الهايبوتنس المره دي، انا بجيب السايد التاني، فلاقيه طلع 4 كيلومتر. يبقى كده الكيو او كيو اس ب 4 كيلومتر، يبقى البي اس كلها ب 8 بلس 4 اللي هي 12، يبقى عندي التوتال ديسبليسمنت 8 بلس 4. التوتال تايم برضو 0.25، فاحسبها اللي هي طلعت معايا ب 48 كيلومترز بير اور اللي هي الاجابه نمبر سي. يبقى لما اجي احسب الافريج فيلوسيتي احسبها بالديسبليسمنت، احسب الافريج سبيد احسبها بالتوتال ديستانس. نمبر 16 بيقول لي cyclist takes a ride. كان واحد سايق العجله بتاعته lasting 25 seconds، قعد 25 ثانيه. The diagram shows the distance which is traveled by hair from the starting position with time. يعني واخد الديستانس مع التايم من ساعة ما بدأت، فعايز يحسب the average velocity، وقلنا velocity
يبقى total displacement divided total time. displacement كنا بنحسبها ازاي؟ انا بدأت من الزيرو، مشيت ماليش دعوة باللي حصل في النص، المهم خلصت فين؟ عند 150. يبقى 150 minus 0 يعني 150. طب التايم خلاص اخري هو عند 25، يبقى 25 minus 0، فاللي هي طلعت معايا ب 6 meters per second اللي هي نمبر A دي الافريج فيلوسيتي. انما عشان احسب الافريج سبيد انا محتاج التوتال ديستانس. في الاول هي مشيت من الزيرو لل 100 يعني مشيت 100 مترز، بعدين رجعت من ال 100 لل 50 يعني رجعت 50 مترز، بعدين مشيت من ال 50 اهي هنا لحد ما وصلت ل 150 يعني مشيت كمان 100 متر. يبقى كده التوتال ديستانس بتاعتي 100 الجزء الاولاني، بعدين 50 الجزء الثاني، بعدين 100 الجزء الثالث. ده كده التوتال ديستانس ديفايدد طبعا التوتال تايم اللي هو 25، فلاقيها طلعت معايا 200 متر بير سكند. يبقى الديسبيسمنت انا بشوف ابتديت فين وخلصت فين بس كده، لكن الديستانس لا، ده انا لازم احسب كل اللي انا اتحركته او كل المسافات اللي هي مشيتها. تعال نشوف الاكزامبل بقى اللي بعدها. ده اكزامبل مهم، بيقول لي a body moves along a straight line. اوبجكت كان ماشي على خط مستقيم at velocity v to cover distance d، يعني مشي الديستانس اسمها d والفيلوسيتي كان اسمها v. then it moves along the same straight line، فضل مكمل على نفس الخط المستقيم بس الفيلوسيتي بقت 2v لمدة ديستانس 4d، يعني مشي ديستانس 4d بس كان مخلي سرعته 2v. عايز يحسب the average velocity، وزي ما اتفقنا عشان احسب الافريج فيلوسيتي انا محتاج التوتال ديسبيسمنت والتوتال تايم. انا معايا التوتال ديسبيسمنت دي و4 دي صح كده، يعني التوتال ديسبيسمنت ب 5 دي دي بلس 4 دي اللي هي 5 دي، ناقص احسب التوتال تايم عشان اقول التوتال ديسبيسمنت ديفايدد التوتال تايم. طب تعال نشوف انا ممكن احسب التايم في الجزء الاولاني لوحده ولا لا؟ لان انا عارف ان التايم من المثلث عندي displacement over speed، وانا معايا الديسبيسمنت والسبيد يعني التايم الاولاني دي اوفر في. نفس الكلام في التايم الثاني اقدر احسبه ولا لا؟ يبقى التايم الثاني 4 دي اوفر 2 في، 4 اوفر 2 اللي هي 2 يعني 2 دي اوفر في. كده عندي التايم الاولاني distance over speed يعني دي اوفر في، بلس التايم الثاني 2 دي اوفر في يعني 3 دي اوفر في، 1 بلس 2 ب 3. كده بقى معايا التوتال ديستانس والتوتال تايم ولا لا؟ اقدر فعلا احسب السبيد بتاعتي. التوتال ديستانس اللي هي طلعت معايا ب 5 دي ديفايدد التوتال تايم اللي انا لسه حاسبه 3 دي اوفر في، طبعا الدي هتروح مع الدي، تحت اللي تحت يطلع فوق، تطلع ب 5 اوفر 3 في اللي هي الاجابه نمبر دي. يبقى انا لازم عشان احسب الافريج فيلوسيتي يبقى معايا التوتال ديسبيسمنت والتوتال تايم. معايا التوتال ديسبيسمنت بس ناقص لي التوتال تايم، فحسبت التايم ديسبيسمنت اوفر فيلوسيتي ديسبيسمنت اوفر فيلوسيتي، بقى معايا تايم 1 وتايم 2 عملت لهم بلس جبت منهم التوتال تايم، بعدين عملت التوتال ديسبيسمنت ديفايدد التوتال تايم. اقلب معايا الصفحه كده وتعالى نشوف الاكزامبل اللي بعديها شبهها، بس المره دي بقى هو اللي هيبقى مديني السبيد والتايم. يعني قال لي a car is moving in a straight road for time t with average velocity اسمها v، يعني velocity v والtime t. then it moves for time 2t with velocity 2v. عايز يحسب برضو الافريج فيلوسيتي وهستخدم نفس المثلث. قلنا عشان استخدم او احسب الافريج فيلوسيتي محتاج التوتال ديستانس والتوتال تايم. معايا التوتال تايم t بلس 3t، يبقى التوتال تايم بتاعي 3t، 2 بلس 2t 3t، ناقص احسب التوتال ديسبيسمنت صح كده. طب انا اقدر اقول ان الديسبيسمنت بتاعتي سبيد تايمز تايم، هنا السبيد بفي والتايم بتي يعني في تايمز تي، دي الديسبيسمنت الاولانيه. طب عشان احسب الديسبيسمنت الثانيه 2v تايمز 2t صح كده، 2 تايمز 2 ب 4 يبقى 4v تايمز t. كده بقى عندي ديسبيسمنت vt وديسبيسمنت 4vt يعني 5vt. كده بقى عندي التوتال ديسبيسمنت 5vt، التوتال تايم 3t، يبقى الافريج فيلوسيتي توتال ديسبيسمنت 5vt
over total distance total time اللي هو 3t. التي راحت مع التي بقى عندي 5 over 3v. هي الإجابة نمبر دي. يبقى أهم حاجة عشان أحسب الافريج فيلوسيتي يبقى معايا التوتال ديسبيسمنت والتوتال تايم. والله معايا فيلوسيتي وتايم يبقى أنا ناقص لي ديسبيسمنت، معايا فيلوسيتي وديسبيسمنت يبقى أنا ناقص لي التايم وأقدر إن أنا أحسبه فعلا. مسألة نمبر 19 بيقول لي a car moving in straight road. الرود كله كان طوله 320 كيلومتر، يعني هي مشيت على الطريق كله التوتال ديستانس كانت 320 كيلومتر. it covered 240 كيلومتر، يعني مشيت distance 240 كيلومتر with average velocity 75 كيلومتر per hour. كانت الفيلوسيتي هنا 75 كيلومتر per hour. then it ran out of fuel. الوقود خلص، البنزين خلص and stopped for 0.6 hours. وقفت كده هنا في النص في الحتة دي كده تايم في النص 0.6 hours عشان refilled ملت فيول تاني أو ملت وقود تاني and completed its journey with a velocity 100 km per hour. يعني الفيلوسيتي الناحية دي 100 km per hour. طب هو الطريق كله 320 كيلومتر، الجزء الأولاني 240 يبقى الجزء الثاني 320 minus 240 اللي هي 80 كيلومتر. يبقى أنا معايا الديستانس والسبيد تاني مرة، معايا الديستانس والسبيد أول مرة أقدر أجيب التايم الأولاني والتايم التاني ولا لأ عشان أحسب فعلا the average velocity in the whole journey في الرحلة كلها. بس استنى، يبقى التايم equals displacement over velocity، يعني 240 divided 75. فلاقي هنا التايم الاولاني طلع 3.2 hours. التايم اللي الناحيه دي برضو displacement over velocity 80 over 100 اللي هي 0.8 hours. يبقى عشان اجيب الافريج فيلوسيتي انا محتاج التوتال ديستانس اللي احنا قلنا ب 320 كيلومتر، محتاج التوتال تايم. بس خلي بالي بقى التوتال تايم هنا 3.2 هنا 0.8 بس ما انساش ان هي وقفت هنا 0.6 hours وهي بتحط الفاول او الوقود بتاعي. فهلاقي فعلا كده الافريج فيلوسيتي طلع ب 69.57 كيلومتر بر اور اللي هي الاجابه نمبر ايه. يبقى خلي بالي لازم وانا بحسب التوتال تايم حتى التايم اللي هي وقفت فيه عشان تملى البنزين بتاعها لازم احسبه معايا في الحسابات بتاعتي. تعالى كده نشوف المسائل المقالي الموجودة عندي أو الإيساي. بيقول لي mention the condition of object to move with uniform velocity. وكلمة conditions يعني إيه الحاجات اللي لازم تحصل عشان يمشي ب average velocity. وزي ما قلنا عشان أقول إن average velocity لازم cover equal displacement، يمشي equal displacement at equal intervals of time في نفس الإيه؟ نفس الفترات الزمنية. يبقى when it covers equal displacement at equal intervals of time في نفس الفترات الزمنية. بيقول لي the average velocity of body during a certain time interval equals 0. What can you say about the displacement of the body during this interval؟ أكيد طالما الافريج velocity طلعت بزيرو يبقى كانت الديسبليسمنت أصلا هي اللي بإيه؟ بزيرو. يبقى start point هي الاند بوينت. ما احنا قلنا الافريج فيلوسيتي توتال ديسبيسمنت ديفايدد توتال تايم. وامتى الفيلوسيتي بتساوي زيرو؟ لما الديسبيسمنت تساوي زيرو او الاوبجكت يرجع لنفس الايه؟ الستارت بوينت. هنا بيقول لي two object A و B moved from rest which object has been faster. مين الاسرع؟ احنا قلنا كل ما السلوب بتاعي يزيد كل ما الثيتا تزيد من الاكس اكسس، كل ما التاني يزيد كل ما السلوب يزيد كل ما السبيد يزيد. فباين عندي مين اللي السلوب بتاعه اكتر؟ البي اكتر من الايه او فاستر ذان ايه عشان السلوب بتاعه اعلى من السلوب بتاع الايه. تعال نشوف المسألة نمبر 4. بيقول لي the opposite graph represents the relation او change in displacement of two objects A و B relative to the building with time. Which of them is moving away؟ مين بيبعد and which of them is getting closer to the building؟ مين بيقرب؟ أكيد اللي بيبعد عن الزيرو، اللي بيقرب من الزيرو. يبقى A هو اللي moving away و B هو اللي getting closer أو بيقرب من الإيه؟ من الستارت بوينت أو البيلدينج بتاعي.
which of them moving with uniform velocity which is non-uniform. مين اللي ماشي بuniform velocity؟ أكيد الستريت لاين اللي هو الإيه؟ يبقى هو uniform because it covers equal displacement at equal intervals of time. إنما B هو اللي ماشي non-uniform عشان طبعا covers unequal displacement at equal periods of time أو في نفس الإيه؟ الفترات الزمنية. تعالى كده نشوف الصفحة اللي بعدها. بيقول لي هنا the opposite displacement graph describe the motion of body moving in a straight line. is the velocity of the body positive ولا negative ولا zero في الأوقات دي؟ عند التايم 1 second 1 second أنا واخد بالي إن الجراف طالع لفوق خلاص تبقى positive. عند 2 second احنا قلنا at instant المفروض يبقى مرسوم tangent، فلو رسمت التانجنت هلاقيه parallel للتايم اكسس صح كده؟ parallel للتايم اكسس يبقى الفيلوسيتي في اللحظة دي بزيرو. طبعا عند 3 seconds انا واخد بالي ان الجراف نازل صح كده؟ يبقى الفيلوسيتي بتاعتي عند 3 seconds فعلا بالايه؟ بالنيجاتيف. Which of the following true about the average speed and average velocity? Average speed is always bigger than or equal average velocity ولا smaller than ولا equal ولا none of the above. قلنا السبيد بتعتمد على الديستانس، الديستانس طول عمرها اكبر من الديسبيسمنت الا في حاله واحده ان الاثنين يمشوا in straight line in one direction. يعني السبيد اكتر او يساوي الديسبيسمنت في الحاله دي، بس عشان كده فعلا اختار نمبر A. طب بيقول لي which of the following statement is correct؟ velocity may be negative بس السبيد لا. طبعا احنا قلنا velocity عشان فيكتور ليها ماجنتيود وليها دايركشن ممكن تبقى نيجاتيف، لكن السبيد دايما بوزيتيف. طبعا الفيلوسيتي والسبيد الاثنين لازم يبقوا بوزيتيف، لا السبيد ممكن تبقى نيجاتيف والفيلوسيتي لا ده العكس ولا none of the above. فخلاص فعلا اخترنا الاجابه الاولى. وده كان اول درس عندنا في يونت 2 في شابتر 1 اللي اتكلمنا فيه عن موشن اند فيلوسيتي. ان شاء الله المره الجايه نتكلم عن الاكسلريشن. استنونا في المحاضرات الجايه. كان معاكم مستر محمد كمال دكتور ساينس.